شوقي 100 مليون وتنتقل من النادي الاهلي لنادي تاني ايا كان ايه هو. بص، هو الفروقات مش فظيعه لا يعني اللي انا عرفته. لا ماليش دعوه، انا انت جاوبني على السؤال ده. بتتكلم على الحاله بتاعت رمضان يعني، صح؟ جاوبني على السؤال ده، عايز اجابه منك قاطعه. بالنسبه لي انا طب ما حصل كده. حصل ايه؟ ما انا حصل كده بس على ايامي. على ايام. ماشي ماشي. وفضلت اقعد. ممدوح عباس؟ لا لا لا. امال مين؟ خالص، وانا في النادي المصري. الله يرحمه سيد الحاج سيد متولي. قدام ناس كتير جدا. شيك، اكتب اللي انت عايزه قدام ناس كتير. اكتب اللي انت عايزه. اكتب اي حاجه، اي رقم وقتها انت بالنسبه لك ممكن يكون المليون جنيه دول بالنسبه لك يعني هو الرقم الكبير، ولكن انا بتكلم في نفس الحاله يعني. وقلت لا انا رايح هنا. انا بتكلم عن نفسي بقى. ما بتكلمش في حد تاني. صح ولا مش صح؟ ما جاوبتش عليا لما قلت لك هتوافق ولا مش هتوافق. انا قلت لك مش هوافق. مش هتوافق؟ وانا لسه قلت لك 100 مليون قلت لك مش هتوافق؟ مش هوافق. عشان تيشيرت الاهلي ولا عشان النادي الاهلي ولا عشان جماهير النادي الاهلي؟ عشان ايه؟ عشان كل اللي هتقول ده. عشان مستقبلي بعد كده رايح فين. طبعا النادي المصري هو اللي عمل اسم. تمام. النادي الاهلي عمل اسم اكبر، صح ولا مش صح؟ وخلاني العب على بطولات اكتر، وخلاني ابقى متواجد اكتر في منتخب مصر لان انا متشاف اكتر، صح ولا مش صح؟ بلعب على ليفل اعلى لان بلعب في بطولات افريقيا كتير. فكره احترافي كانت قريبه ان انا بلعب في النادي الاهلي، صح ولا مش صح؟ فكل ده كنت انا حاطه قدام عينيا. طب عايز حته صغيره اتفضل والنبي بس حته صغيره. انت دلوقتي بطلت. بطلت اهو. كنت ساعتها ممكن تقول لو كنت بقى ال 100 مليون دي كانت فرقت معايا دلوقتي ولا ما تزعلش عليها؟ مثلا هي نفس لا برضه